السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متعة متعة، أقسم بالله متعة. هو في متعة في الكون أو من أكبر متع الكون أن ربنا ينعم عليك بأداء وفوز زي ده عشان يغير المود والدنيا تحلو والدنيا ربيع والجو بديع وحاجة يعني. ايه الجمال ده؟ ايه المتعة دي؟ صاروخ ينطلق من قلب السويس، بداية صاروخ الدوري الزملكاوي، ويقدم هذا الأداء ولا عزاء لولاد فخرية اللي في أول ربع ساعة قلبوا الدنيا مانشيتات وبوستات. ايه ده ومادولا وجان وبتاع مش عارف ايه، بس يعني شيء بالشيء يذكر. عايزين نقر ونعترف ان اقوى صفقة من 20 سنة في رأيي انا هي صفقة جون ادوارد. الراجل جاب لكم مش عارف عبد الرحمن اسماعيل مدير تعاقدات، جاب محمد متولي مش عارف يبقى المحامي القانوني لكرة القدم ايه ده؟ اسماء وشخصيات تلاتينات يا جماعة. حاجة لسه يعني انا في سن ده، انا مش عايز حد في سني يجي، لا ادوا الشباب الصغير يبدع. جون ادوارد عمل المعجزة. جون ادوارد عمل المعجزة، اقسم بالله اللي عليه العظيم، وهذا شعور كل زملكاوي قاعد بيتفرج. بيلعب ب 11 لعيب، وكل لما يجي يركز في الماتش واللي بيجرى سواء كويس او مش كويس يفتكر ان عنده دكة ممكن يستعين بيها فيها اسماء. ايه ده تخيلوا بقى. ولسه يعني انت عندك دكة فيها اسماء، ولسه الولد البرازيلي اخوان، ولسه احمد حمدي، ولسه لا يا عمي وغايب عنك عمرو ناصر واحمد شريف وبتاع. ايه ده؟ الناس اول ما شافت التشكيل تقول لك ايه ده؟ ما فيش الا شيكو بنزا بس من ايه يا عم؟ في ايه؟ انت ناسي ان انت لسه ليك قوام ولسه صفقات جديده ولازم تتاقلم، هيدخلك الناس كلها مره واحده بالراحه. بس الدوري طويل ولسه احنا قاعدين مع بعض، احنا لسه العشره طويله يا جماعه. اللي حصل النهارده ده سيمفونيه بكل المقاييس. الجمال اللي حصل ده ما يتقالش عليه غير سيمفونيه زملكاويه. 3 أجراس مدرسه الفن والهندسه يعني تفتح ابوابها، يعني دين 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 تقوم المدرسه فتحت الباب. الناس بقى عماله تتكلم على الفنيات والبتاع والتغييرات. احنا كل ده يعني ليه الناس بتطلع وبتتكلم وبتقول انا في المعجزه اللي حصلت. هتقول لك لسه بدري على الحكم يا عم. احنا قاعدين معانا ناس بتلعب ومطمنين ان في عندنا دكه. ما في مطوشه كتيره هتبقى معرقبه، وفي مطوشه كتيره مش هتعرف تفوز، وفي مطوشه كتيره هتخسر فيها نقاط. انما حمه البدايه والاطمئنان، يعني انت ممكن كنت تكسب، بس انت بتكسب ومطمئن ان لا، انت بتكسب بمعطيات. واكثر ما كان يعني مخوفني هو البنا، بس الحمد لله عدت على خير. مش هقول كويس مش هقول وحش، هقول الحمد لله عدت على خير. الله ينور عليك يا جون، الله ينور عليك يا جون. انت ابدعت. جون ابدع يا جماعه. و الصفقات او الفريق نازل، وان كان ما فيش فيه غير صفقه من جداد، بس كله عارف ان لا مجال للاستهتار. كله قاعد عارف
اكون او لا اكون، حد كان يصدق او حد شاف لاعيبه نادي الزمالك بهذه الحميه وهذه القوه وهذا العنف في بعض الاحيان؟ ما هو ده المطلوب، ده المطلوب حضرتك، لانك ان لم تفعل فموجود اللي هيفعل. كل واحد دلوقتي بقى ليه بديل واتنين، كل واحد دلوقتي بقى ليه بديل واتنين. ما فيش حاجه، ما يعني فيش حاجه حكر على حد ولا في حاجه محفوظه لحد. الكل لازم يجتهد علشان يلاقي، عشان يلعب، وكل ده هيصب في مصلحه نادي الزمالك. الرجل الكوتش ابتدى بدايه الكل قال غلط ما يا جماعه ما فيش حد مغسل وضامن جنه زي ما بتقولوا. حضرتك الراجل منزل التشكيل بتاعه، بيبني القادم على معطيات المباراه، على الاحداث، على اللي بيحصل. هو بيلعب بده، جابت معاه اوكي هيثبت، ما جابتش معاه يشيل بقى ده ويغير ده ويعمل ده وبتاع. طيب ما هو ده يعني اي كوتش في الدنيا، مش هو بس، ما هوش يعني العلامه، لا، هو الراجل نزل بتشكيل وجد ان محتاج يغير زي اي كوتش غير. الجديد بقى ان هذا الرجل راهن على الزمالك في ماتش بيلاعب سيراميكا كليوباترا، وما ادراك ما سيراميكا كليوباترا وما ادراك. اللي عايز يعمله ابو العينين الاهلاوي اللي بيفرح لما الاهلي بيكسبه. فانت لازم تفطن ان هم نازلين عايزين يرضوا رئيس النادي، عايزين يكسبوا الزمالك لارضاء رئيس النادي الاهلاوي، والحمد لله رب العالمين لم يحدث. فكانت طبعا صدمه لابو العينين قبل علي ماهر الاهلاوي وقبل فرقه سيراميكا اللي 3/4 اهلاويه. فالحمد لله رب العالمين هذا يعتبر فوز زملكاوي على الاهلي جونيور. الدنيا مغيمه خالص، وانا مش يعني اكاد اكون مش شايف، عايز احود ومش شايف، يقينا مش شايف. معلش يا جماعه انا اسف، بس الدنيا ممطره، فالرطوبه معاكسه شويه، فانا اسف طبعا. وانا طبعا يعني بعمل الفيديو ده لان انا لو روحت البيت هفضل اتفرج واعيد الماتش واتفرج تاني وتالت وعاشر، مش هخلص. فلازم يعني ايه اقول الكلمتين قبل ما اروح البيت علشان الامتاع الكروي اللي حصل ده الواحد يروح يتفرج عليه. انا طبعا عمال اقول واعيد وازيد من كتر الفرحه، مش انا بس، الميديا الزملكاويه كلها. ويبقى الاهداف اللي جت بتاع ناصر ماهر ونجم اللقاء بلا منازع، وياتي بعده محمد شحاته العبقري اللي ظلم ناصر ماهر بالجون العالمي اللي جابه، ظلم جون ناصر ماهر والاسيست اللي عمله ادم كايد. وانا راهنت على ادم كايد وقلت لكم افتكروا ادم كايد واحمد حمدي، وافتكروا اللي انا بقوله لكم ده في فيديو مثلا من اسبوع. قلت لكم انا براهن على ادم كايد واحمد حمدي، علاوه على عندنا بأمارة ما قلت، علاوه على عندنا لاعيبه حريفه زي عبد الله السعيد وناصر ماهر. بس ادم كايد احمد حمدي هيكسروا الدنيا. وافاجئ باداء اكثر من رائع من ناصر ماهر. المطلوب الاستمراريه يا ناصر، نبوس ايدك الاستمراريه. انت عالمي،
انت فلتة من فلتات زمانك، بس دائما وابدا تتحفنا ماتش 2-3 وبعد كده تتنسى، لانك ما بتحافظش على هذا المستوى. فنرجو من فيريرا ان هو يحافظ على مستوى ناصر ماهر، لانه سيصنع الفارق. الناس كلها عماله تقول عبد الله السعيد وعبد الله السعيد وعبد الله السعيد، رفقا بهذا اللاعب الاسطوره. اذا يعني كان المستوى مش احسن حاجه، الراجل كان عادي، كانش وحش، بس احنا طبعا متعودين على عبد الله السعيد اللي مكسر الدنيا. عبد الله السعيد عمل كورتين لو كانوا جم جوان كان عبد الله السعيد النهارده اتعمل له تمثال في نادي الزمالك، بس للاسف. ان شاء الله تبارك وتعالى انتظروا من عبد الله السعيد الكثير. لو انتوا فاكرين بدايته معانا السنه اللي فاتت كانت مش احسن حاجه، الراجل بعد كام ماتش بقى هو عمود الزمالك وهو اللي شال الزمالك. ما تستعجلوش، وبنقول لكم في الكثير والكثير والكثير، لسه عندنا كتير. وبنقول لشيكو بنزا، يا شيكو انت زعلان ان انت اتغيرت، دبالك هتتغير تاني وتالت وعاشر وكل اللعيبه هتتغير. طيزو مشى ما عادش في عزيز، طيزو ما كانش بيتغير علشانه طيزو، انما احنا ما عادش عندنا طيزو تاني. احنا اي حد عندنا يتغير، اي حد ممكن يخرج من الملعب. فاذا كنت انت زعلان كان نفسك تثبت، انت قدمت اوراق اعتمادك لانك لعبت ماتش قوي، كنا مبسوطين جدا 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 بادائك. فان شاء الله تبارك وتعالى اللي جاي منك احسن، وافتكر ان في غيرك اولموست 30 لعيب، كله لازم يلعب، كله عايز يلعب حسب رؤية المدير الفني العبقري اللي نجح انه يكسب سيراميكا في بداية الانطلاقة ويطلق صاروخ نادي الزمالك ليحلق في سماء الدوري المصري ويعتلي المقدمة. وان شاء الله بكرة الاهلي مع الراجل رئيس النادي بتاعهم ده اسمه ايه؟ والله نسيت. ان شاء الله يعني يلعبوا رجاله قدام النادي الاهلي وبلاش الشغل القديم ده. فالف مبروك لزمالكنا الجميل، الف مبروك لفيريرا، الف مبروك للعيبه اللي لعب واللي لسه ما لعبش واللي اتغير. وياتي في مقدمه كل هذا طبعا نسيت اشكر مجلس اداره نادي الزمالك. واحد يقول لك وعمل ايه؟ لا ده عمل كتير، انه يسيب او يطلق العنان لجون ادوارد انه ينفذ الخطه بهذا الابداع، ويجيب عبد الناصر محمد من انبي مش محسوب على الزمالك، يجيب عبد الله اسماعيل مش محسوب على الزمالك، يجيب محمد متولي مش محسوب على الزمالك. ايه وواحد اسمه حاجه جمعه. ايه كل ابناء الزمالك على دماغنا، ابناء النادي على دماغنا. سيبوا جون ادوارد ينطلق، انت نجم اللقاء بلا منازع يا جون، والله ينور عليك. واجراسك امتعتنا، ما طلعتش هوا، لا ده الموضوع طلع بجد. كفايه ان كل اللعيبه بتلعب واحنا بنتفرج عليهم وعارفين ان عندنا دكه تقدر، وده كنا مفتقدينه 3-4 مواسم، تقدر تغير من شكل الماتش. شكرا جون، شكرا مجلس الاداره المحترم بقياده العالمي كابتن حسين لبيب، وشكرا اللاعيبه الابطال ومن نصر لنصر. وعايزين بقى بصوا كل ساعه صاروخ الزملكاوي ده يكسر الدنيا، والدعم ثم الدعم ثم الدعم زي ما قلنا. والف مبروك، وبكره لنا لقاء. سلام.